رب فكرة صنعت حياة. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. اصنع حياتك. اصنع حياتك مع منار عبد الله. هذه دعوة إذاعية لصنع حياة أكثر إيجابية، فأهلا بكم. ماذا لو قلت لك عزيزي المستمع إنه باستخدام أحد علوم التنمية البشرية يمكنك أن تحصل على كل ما تريد: الصحة، الحب، المال. يمكنك أن تجذب ما تتمناه وتفكر فيه من خلال شعورك به، من خلال ثقافة تغيير الأفكار. ابق معنا لتتعرف على السر الذي غير حياة الملايين من البشر. ينص قانون الجذب الفكري على أن مجريات حياتنا وما توصلنا إليه الآن هو نتاج لأفكارنا في الماضي، وأن أفكارنا الحالية هي التي تصنع مستقبلنا. فكلما فكرت في أشياء أو مواقف سلبية اجتذبتها إليك، وكلما فكرت وتخيلت كل شيء جميل ورائع، فإن قوة الأفكار الصادرة من العقل البشري تجتذب إليها كل ما يتمناه المرء. وهنا نذكر أن القانون ليس جديدا، فقد اعتقد بوجوده المصريون القدماء واستخدموه في حياتهم، إلا أنه لم تصلنا الفكرة متبلورة في قانون علمي إلا من خلال كتاب وفيلم السر The Secret للكاتبة ومنتجة الأفلام الأسترالية روندا بايرن. شارك في هذا الفيلم الوثائقي العديد من الشخصيات البارزة في مجال التنمية البشرية، مثل جون غراي مؤلف كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، وجاك كانفيلد مؤلف سلسلة شوربة دجاج للتنمية البشرية. وبعد النجاح الساحق للفيلم قامت بايرن بتأليف كتاب يحمل ذات اسم الفيلم، الكتاب الذي أثار ضجة حول العالم وترجم لأكثر من 30 لغة، وأوصل كاتبته لتكون في قائمة أكثر 100 شخص تأثيرا حول العالم بحسب مجلة التايم عام 2007. والسر الذي يتحدث الكتاب عنه يكمن في قانون الجذب وفي طريقة تطبيقه. المزيد من التفاصيل عن القانون وعن توصل الكاتبة روندا بايرن له يحدثنا عنها الآن الأستاذ محمد زكريا، خبير العلاقات الإنسانية والمدرب المصري الأول لقانون الجذب. قانون الجذب هو باختصار بيقول أنت ما تفكر فيه، الشيء اللي أنت بتفكر فيه بينجذب إليك من نفس نوعه. سموه قانون الجذب لأن قال إن الإنسان عبارة عن كتلة مغناطيسية بتبدأ تجذب ليها الأحداث والأشخاص وأي حاجة في حياتنا إحنا بنجذبها لينا. فبدأت روندا من خلال معرفتها أو دراستها بالناس اللي فاتت قبل كده، العظماء اللي فاتوا وأثروا في التاريخ، بدأت تشوف هل الناس دي استخدمت فعلا قانون الجذب ولا لا. لقيت إن كل العظماء في التاريخ اشتركوا في حاجة واحدة اللي هي قانون الجذب. بدأت تدرس الناس بقى اللي موجودة حاليا، الناس سواء بقى الناس أصحاب النفوذ أو السلطة أو أصحاب الناس الرأسماليين، بدأت تدرس الناس دي ايه العامل المشترك بينهم. لقيت برضو ان العامل المشترك بينهم قانون الجذب. وهم يعون انهم يطبقون قانون الجذب؟ لا، ما عرفوش ان هم بيطبقوا قانون الجذب. حتى احنا هنا في مصر احنا في ناس
كتيره جدا بتطبقه من غير ما تعرفه. عشان كده احنا عاملين حاجه اسمها اتراكشن كافيه، بنجيب الناس الناجحه وخصوصا من الشباب، ويبدا يتكلم على قصه حياته، وفي الاخر نقول له انت طبقت قانون الجذب وطبقت احدث العلوم اللي موجوده في العالم من غير ما تعرف ايه هو ده. قانون الجذب بقى مرتبط بحاجه اسمها الميتافيزيكس او علوم فيزياء الكم. علوم فيزياء الكم دي بتقول ان الانسان اي فكره بيفكر فيها بيخرج من دماغه طاقه. الطاقه دي تشبه زي الموبايل مثلا. الموبايل لما حد بيجي يتصل من موبايل لموبايل بيخرج طاقه كهرومغناطيسيه من الموبايل للتاني، احنا ما بنشوفهاش بالعين المجرده. نفس النظام لو احنا جينا فكرنا في اي حاجه بتخرج مننا من دماغنا طاقه بتروح للشخص اللي احنا بنفكر فيه، فيبدا ينجذب لينا ويتواجد في المحيط بتاعنا. فلو مثلا دلوقتي انسان بيفكر سلبي ان مثلا الدنيا صعبه ما فيش شغل اي حاجه، هيبدا الاول يصدقها ويحس بيها قوي، فلو صدقها وحس بيها يبدا يطلع من دماغه طاقه. الطاقه دي تخرج تجذب ليه كل انسان بيفكر زيه، فيبدا يشوف من اللي شبهه كتير، فلو شاف من اللي شبهه كتير هيبدا يصدق ان هي دي الحياه. هو خلاصه التفكير اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي هو اعلى حاجه حتى الان في التنميه البشريه قانون الجذب. هل هيجي حاجه بعده اعلى؟ اكيد. لحضرتك كورس شهير باسم قانون الجذب، في هذا الكورس ماذا تقول للحضور؟ احنا في كورس قانون الجذب بنقول للناس ازاي تجذب احلامك، ازاي تجذب مثلا المال، اي شخص بيسعى للمال ازاي تجذب المال، ازاي تجذب شريك الحياه، ازاي تجذب الشهره، ازاي تجذب التاثير في الناس، ازاي تجذب ليك الصحه، يعني ازاي كمان تحافظ على صحتك. رائع جدا إلى درجة لا تصدق، أليس كذلك؟ بالفعل لو طبق الجميع قانون الجذب فأين ستكون مشكلات الحياة ومعاناة الإنسان؟ يقول الأستاذ محمد شاكر الكاتب والمحاضر والمدرب في مجال التنمية البشرية والتطوير الذاتي: في ناس فاكرين ان هم بيطبقوا القانون صح وهم مش بيطبقوه صح. يعني مش معنى ان انا افكر في الهدف بتاعي واحدده بس كده الهدف هيتحقق، لا، ما هو لازم في سعي، لازم بسعى ناحيه الهدف بتاعي، لازم بروح في الطريق بتاعي، لازم احدد كمان مع الهدف طريق الهدف او طرق الوصول للهدف، عشان لو طريق ما تحققش الطرق التانية موجودة. نيجي مثال مشهور جدا، توماس اديسون مثلا لما 10,000 مرة بيجرب ازاي يوصل الكهرباء بطريقة صح للمصباح عشان ينور، هو كان بيطبق قانون الجذب، بس معنى كده ان هو طبقه 9999 مرة غلط؟ لا، هو حاطط الهدف بتاعه وعنده طرق كتير جدا توصله للهدف، فلو طريق ما نفعش في طرق تانية كتير. الحته دي عايزين نتكلم فيها من ناحيتين. هل ممكن الدنيا كلها تطبق قانون الجذب؟ وعلى فكره الدنيا كلها لو طبقت قانون الجذب الخير هيزيد، لان في قانون جوه قانون الجذب اسمه قانون الوفره. قانون الوفره ده بيقول ان لو شخص تاني طبق قانون الجذب انا هنجح بسرعه، فكل ما العدد بيزيد اللي بيطبق نفس القانون كل ما انا مستفيد منه. هل هيبقى في مشاكل ولا لا؟ احنا في دنيا، ودنيا معناها عناء، لازم يبقى في مشاكل، ولو المشاكل اللي احنا بنعانيها دلوقتي خلصت هيظهر مشاكل جديده. احنا في قانون الجذب ما بنقولش ان الدنيا مش هيبقى فيها مشاكل، لا، دي حاجه طبيعيه ان يبقى في مشاكل، بس ازاي بقى تتعامل مع المشاكل دي؟ وهي المشاكل بتاخد شقين دايما، 20% منها شر وده اللي احنا بنبقى شايفينه، و80% منها بيبقى خير، وده اللي احنا لو بدانا ناخد المشكله ونبدا نتعامل معاها ونحمد ربنا ان احنا جالنا مشكله، اكيد ربنا يعني يا اما بيدخلني في سكه تانية خير، يا اما بيشيل من عليا ذنوب، وفي كلا الحالتين فهي خير. بس احنا بنتكلم في الرؤيه بقى ازاي هنتعامل مع المشاكل دي. فيا ريت الدنيا كلها تطبق قانون الجذب. وكان لابد أن نذهب إلى رائد التنمية البشرية في مصر والوطن العربي، الكاتب والمحاضر العالمي الدكتور إبراهيم الفقي، لنسأله عن رأيه في قانون الجذب. فقال: قانون الجذب اللي طلع في أفلام اليومين دول أي حاجة تفكري فيها بترجع لك من نفس النوع وبقوة التوقع. لو أنا ساعات الناس مثلا يقول لك بيفكر في حد يكون في بلد بعيدة يلاقيه بيكلمه في التليفون، أو تنزيل بلد عاوز تعملي حاجة معينة تلاقيها في وشك، تفكري في عربية من نوع معين ترجع تلاقيها موجودة في كل مكان. أي حاجة المخ بيفكر فيها الطاقة ملهاش حدود. لو انت قاعده مكان دلوقتي فكري في حد متضايق منه، مجرد ما فكرتي فيه اتوجد دلوقتي في ادراكك. لو حسيتي بيه اتوجد في وجدانك. لو لقيت نفس جسمك بيتعشر اتوجد في مصيرك، هو مش موجود. يبقى اي حاجه بفكر فيها طبعا ده قانون الجذب اللي انا بفكر فيه ينجذب الي من نفس النوع. حضرتك معه؟
والله انا من ضمن الناس اللي اسسوا حاجات في القوانين ده بقوه كبيره جدا، والقوانين دي كلها ناس بتقول لك مفيش حاجه اسمها قوانين. انا اكتشفت 672 قانون من قوانين العقل الباطن، وده اللي انا وزعتهم في العالم وقسمتهم في الطاقه وقسمتهم في حاجات كتير. ومن الطبيعي ومع كل هذا النجاح أن توجه إلى القانون بعض الانتقادات وربما الهجوم، مثل كتاب خرافة السر للكاتب السعودي عبد الله العجيري الذي فند كتاب السر وقانون الجذب قائلا إنه يدعو العرب إلى التواكل وعدم التوجه إلى الخالق عز وجل بالدعاء. عن ذلك سألنا الأستاذ أحمد قدوس خبير تنمية المهارات الشخصية والإدارية والمدرب المساعد للدكتور إبراهيم الفقي. قانون الجذب تفاءلوا بالخير تجدوه، وربنا قال ادعوني أستجب لكم. كل دي حاجات بتقول لما الواحد يفكر في شيء هيوصل له. سراقة بن مالك وعد الرسول عليه الصلاة والسلام بسواري كسرى، فهل ده كان أمل بعيد؟ أيوة كان ساعتها أمل بعيد، لكن هل كان مستحيل؟ أي حد ساعتها أيوة كان هيقول مستحيل. لكن سراقة بن مالك راح لعمر بن الخطاب بعد عمر وقال له فين سوارة كسرى؟ أنا معايا كتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لي أنت ليك سوارة كسرى. ده قانون الجذب. قرر سراقة حلم عاوز أكسب، عاوز أخد السوار كسرى، قاعد يحلم بيه ليل نهار ليل نهار ليل نهار. كان ممكن يحصل أي حاجة تانية وما ياخدش السوار، لكن طبعا عشان هو ما ينطق عن الهوى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت فضل يحلم سراقة بالسوارة كسرى. هقولها في اتجاه تاني خالص وببساطة جدا، اللي بتحلم بيه بتوصل له، اللي بتحلم بيه تقول أنا نفسي أحقق كذا بتوصل له. أيوة بتقدر توصل له، لأنك أنت بدون ما تدرك بتبدأ تلاقي نفسك بتوجه كل أفكارك وطاقاتك وخبراتك وإمكانياتك عشان تحقق الحلم ده. هقول على مثل تاني خالص مختلف. كيت وينسلم لما فازت في الجايزة بتاعة الأوسكار، مسكت الجايزة وحركتها قدام الجمهور وقالت لهم على فكرة أنا كسبت الجايزة دي من زمان. قالوا لها إزاي؟ قالت لهم لما كان عندي 8 سنين كنت بقف قدام المراية وأمسك إزازة الشامبو وأحلم إن أنا بكسب جايزة الأوسكار. اللي بيحط حلم وبيعمل ليه ويعمل صح، لا يخالف قانون بلاده ولا يخالف شريعته الدينية اللي بيكون عليها، هيصل إلى حلمه. أيوة نقدر نحقق اللي احنا عاوزينه. قانون الجذب لو عليه حواليه حاجات كتير هناخد ما ينفع مجتمعنا وبلادنا ويحفز شبابنا ويحقق لنا اللي احنا نحلم بيه لو إيجابي، وننفذه. نعم موافق عليه بإيجابياته وأرفض سلبياته. حضرتك مع التخيل والتمني مقترنا بالسعي؟ طبعا بالتأكيد بالسعي، والسعي العلمي المحدد الخطوات. في ناس اولا ما تعرفش خالص عن قانون الجذب، ما تعرفش ايه هو قانون الجذب. في ناس ودي عدد اقل من الاول يعرف ايه هو قانون الجذب كويس قوي. حتى الناس اللي عارفين قانون الجذب انقسموا لشقين. شق بيقول ان لا ما فيش حاجه، ده خرافه وما فيش حاجه اسمها قانون الجذب، والشق الثاني بيقول لا ومؤمن بيه جدا جدا. عشان كده احنا بقى عملنا حاجه، الكتاب اللي صدر اللي روندا عملته في مخالفات شرعيه لينا احنا كعرب او كمسلمين كتير. فاحنا بدانا نشوف الحاجه اللي فيها مخالفه لينا ما بندرسهاش وبنعتبرها لا حرام ومش واخدينها منهم، انما الحاجه اللي فيها فايده لينا فيها تفكير لينا اللي الدين بتاعنا بيدعو ليها بنبدا ناخدها خلاص دي اوكي بندرسها للناس. عشان كده في ناس شايفه الصوره من بره، شايفه ان قانون الجذب اني افضل قاعد، ودي الصوره اللي اداها لنا ذا سيكريت، اني اقعد في البيت وابدا افكر بس مجرد تفكير، انا عايز اجذب احلامي، عايز اجذب اهدافي، عايز لا لو عملنا كده مش هيبقى قانون الجذب، يبقى قانون الكذب بالكافي. ولكن ماذا عن الذين حضروا دورات قانون الجذب وربما طبقوه في حياتهم؟ حضرت قانون الجذب مع المدرب محمد زكريا، بصراحة يعني غير حياتي تماما، يعني أكتر من الأول بكتير، يعني من أفكار سلبية لحاجات إيجابية. كنت بفكر في حاجات الأول سلبية، بصراحة كانت بتحصل لي حاجات سلبية كتير قوي في حياتي. أما فكرت في تفكيرات إيجابية وكده، أفكار إيجابية، فرق معايا كتير قوي. وجدت الأحداث اللي بتحصل حواليا كلها إيجابية. غيرت كل ما أفكر في حاجة ممكن تحصل لي، مثلا اللي أنا حاجة بفكر فيها بتحصل لي مثلا بعديها بيوم أو يومين كده. حاجات كتيرة ما كنتش بتحصل معايا في الأول.